أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لي كالحجة والقصص. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وقائدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، وارزقنا بركته ودعاءه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابتداء من هذه الجلسة وجلسات مقبلة، إذا الله تبارك وتعالى اختار لنا أن نستمر بهذه الجلسات، سنبحث موضوع في غاية الأهمية، وهو مهمل نتيجة أحيانا قلة المعرفة، وأحيانا لأنه من المواضيع الشائكة، يعتبر المواضيع المعقدة التي طرحت فيها آراء كثيرة. هذا الموضوع هو موضوع حقيقة يساوي، إن لم يكن أكثر وأكبر، يساوي العبادات، يساوي الصلاة ويساوي الصوم، بل على رأي البعض أنه أهم وأكثر وجوبا من العبادات، وهو موضوع إقامة حكم الله في الأرض. هسه حكم الله في الأرض يقام بطرق متعددة، أما على المستوى الشخصي أو على المستوى الاجتماعي، لكن المقصود هنا إقامة حكم الله، أي إقامة نظام إسلامي في الأرض. تعلمون أنه وردت آيات كثيرة في القرآن تحث على إقامة الحكم الإسلامي، كقوله تعالى: أفغير حكم الله يبغون واحكم بين الناس بالعدل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المهم، لدينا آيات كثيرة وروايات، ما يعني أن لدينا نصوص كثيرة سواء قرآنية أو روائية تحث على ضرورة إقامة حكم الله في الأرض. فهل يعتبر هذا واجب على المسلم؟ أكيد قلنا بأن هذا الوجوب يساوي وجوب الصلاة ووجوب الصيام، وينبغي على كل فرد مؤمن أن يسعى بمقدار جهده على إقامة هذا الحكم بالطرق التي سنشرحها في الجلسات المقبلة إن شاء الله. بداية اليوم سنتحدث بصورة عامة. أي موجود. اليوم سنتحدث بشكل عام عن الحكومة. أنا سميت هذا البحث الحكومة العادلة، بناء على أن الإمام المهدي صلوات الله عليه سيقيم هذه الحكومة بالمستقبل. أما الحكومات التي تقام على ضوئها أو قبلها أو كنماذج للحكومات الإسلامية، فهي تستلهم من تلك الحركة، حركة الإمام المهدي صلوات الله عليه في إقامة العدل والقسط. فنتعرض في بداية البحث إلى معنى الحكومة وفرقها عن الدولة وأنواع الحكومات. ستجدون هذا اليوم أن البحث سياسي أكثر مما هو ديني، لأنه لا بد من التعرف لموضوع الحكومة أو لتعريف الحكومة وتعريف الدولة وأنواع الحكومات ونقاط الضعف في كل نوع من هذه الأنواع، حتى إذا ما وصلنا إلى قضية إقامة النظام الإسلامي تكون عندنا فكرة ولو مقتضبة وبسيطة عن الحكومات الموجودة أو المقامة الآن في الأرض. فنقارن هنا من الأفضل. تعلمون أنه الدعايات والإعلام الآن خصوصا في هذا الزمن دائما
ما يحاول أن يحارب كل قيمة عليا ويعلي ويصعد من الأمور التافهة والأمور التي لا تخدم البشرية، خصوصا في مسألة السلطنة أو السلطة على الإنسان، لأنه أهم نقطة تعمل عليها القوة لنقل الشيطانية هي السيطرة على الإنسان. فمرة ثانية قال له: ليس لديكم نظام لتقيموا، أنتم لا تستطيعون أن تحكموا أنفسكم، أنتم فاشلين، أنتم وهكذا. وكأنما الله تبارك وتعالى خلق العقول لهم فقط ولم يخلق للآخرين عقول. مع الأسف الكثير منا تأثر بهذا الشيء. يعني عندما تقول كلمة حكومة إسلامية رأساً ينصرف الذهن إلى حكومة ولاية الفقيه. مع العلم سنبحث في هذا البحث، وهذا هو الزبدة. كم نظام حكم موجود في الإسلام؟ أنظمة كثيرة، ليست فقط ولاية الفقيه، أنظمة كثيرة. مراجعنا وعلماءنا كتبوا، كل كتب رأيه، قال هذا من الممكن أن تقام الحكومة الإسلامية عن طريق ولاية الفقيه. آخر قال لا، ولاية الأمة على نفسها. آخر قال لا، يكفي في الحكومة أن تكون عادلة، رأي السيد الشهيد محمد الصدر رضي الله عنه. وهكذا وهكذا وهكذا. المهم أن نعلم، وهذا مهم جدا، أننا لسنا فاشلين، أننا لسنا عاجزين، أننا نستطيع أن نقيم حكومات، أننا نستطيع أن نسير أنفسنا، أننا نستطيع أن ننجح في كل مجال. لكن المشكلة التي واجهها المسلمون هو تسلط الآخر عليهم، بحيث سلطوا حكومات فاشلة وأناس فاشلين، جعلوا من المسلم يحس بالنقص ويحس بالعجز، ولا يمكن أن يفكر أن يرتقي ويتطور أكثر من ذلك، لأنهم لم يقدموا له نماذج ناجحة. سنقدم في واحدة من هذه الجلسات أن كم حكومة إسلامية أقامها أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم، ستستغربون 10 أو 11 حكومة كلها ناجحة. هسه هو، ولو أنا ما نتطرق هذا الموضوع في هذا اليوم، هو ما نتطرق اليوم، لا حقيقة، لكن مو اليوم، مو وقت اليوم. من ضمن الدعايات هي هذه التي قالها أستاذ علي، أنه أنتم لا تستطيعون الحكم، وهذا سنتعرض له وسنراه. هل نستطيع الحكم أم أن الآخر حكم بصورة صحيحة؟ وسنثبت بأن الآخر فاشل في الحكم، لا يستطيع. الآخر يقود قطيع، لا يقود شعب. الآخر يبحث عن مصلحة المنحرف الكافر الغربي، ولا يبحث عن مصلحة شعبه أصلا. المهم لا نريد أن نطيل في هذا الموضوع. الغاية هو طرح في هذا اليوم، هو طرح تعريف للحكومة وأنواع الحكومات ونقاط ضعفها، حتى نقاط ضعف النظام الإسلامي. كذلك سنضع حدود ونتوقف لنأتي في الجلسات المقبلة لنبين أنواع أنظمة الحكومة التي سنأتي. بعبارة مجملة وعبارة بسيطة نقول أن الحكومة هي هيئة مكلفة من أفراد يطبقون دستورا وقوانينا تقود شعب معين بمنطقة جغرافية معينة، مجموعة من الأشخاص. هسه هاي المجموعة شلون تجي؟ هاي هواي لها دور، مرة بالانقلابات، ومرة بالانتخابات، ومرة بالتنصيب، ينصبها وليا فقيها أو تنصيب من جهة خارجية. المهم أنه يجب أن تكون هنالك مجموعة تدير شؤون الناس، تدير مواردهم، تحاول أن تسير شؤون الدولة، وهذه هي تسمى الحكومة. فالحكومة
تعمل طيلة فترة وجودها، سواء كان وجودها طويل كالحكومات الدكتاتورية وهذا، تعمل على تسيير شؤون الدولة، هسه لمصلحتها الخاصة لمصلحة الشعب، هذا هم موضوعنا الآن. المهم نفهم هذه القضية، أن الحكومة هي مجموعة من الأفراد الذين يديرون شؤون الناس. وحقيقة كلمة سياسة، هذا بالشيء يذكر، كلمة سياسة هي من يؤخذ في معناها قيادة الناس، أخذت من سائس الخير الذي يسيس أمور الناس، الذي يدير أمورهم. فالحكومة هذا واجبها وهذه وظيفتها. كيف تدير هذه الأمور؟ هسه الآن راح نأتيها. هنالك فرق يجب أن تفهموا وركزوا على هذه النقطة. هنالك فرق بين الدولة والحكومة. نعم، في المصطلح العرفي يقال الدولة مو خوش دولة، الدولة هي مو الدولة، هي الحكومة، لأن الدولة تتكون من الآتي: الحكومة والإقليم التي هي الأرض وشعب. وهنالك نقطة رابعة مهمة لكنها لا تذكر بل هو الاعتراف الدولي. حتى تكون دولة يجب أن يكون هناك اعتراف دولي. الكثير لديهم شعب ورقعة ودستور لكنهم لم يحصلوا على الاعتراف الدولي، وبالتالي لا تعتبر دولة. الدولة إذا تكون من عناصر رئيسية، هو الإقليم يعني الرقعة الجغرافية كما قلنا، والحكومة والشعب. إذا توفرت هذه والاعتراف الدولي، إذا توفرت هذه الأشياء فهذه تسمى حكومة، غيرها لا تسمى حكومة. الحكومات أنواع، أو لنقل الدول أنواع وليس الحكومات. الدول هنالك دولة بسيطة وهنالك دولة فيدرالية اتحادية. العراق دولة فيدرالية اتحادية، الكويت دولة بسيطة، إيران دولة بسيطة ليست فيدرالية. الحكومات هنالك عدة توصيفات لها، كالتوصيف الإيديولوجي والتوصيف السياسي. فبالتوصيف الأيديولوجيا معناها المنظومة الفكرية التي تحكم، المنظومة الفكرية التي تحكم الإنسان أو المجتمع. مصطلح أيديولوجيا هو أنه ما هي المنظومة الفكرية التي تحكمني؟ هل هي المنظومة الإسلامية؟ هل أنا أعمل بالفكر وبالواجبات والحقوق التي أرادها الإسلام، أم لا أعمل بالمنظومة الشيوعية أو بالمنظومة الرأسمالية؟ هذه تسمى أيديولوجيا. فيقال هذا الشخص مؤدلج. طبعا هو مو رأسمالية، الرأسمالية نظام اقتصادي، نقول الليبرالية، لأنه الأنظمة الرأسمالية أغلبها ينظم الليبرالية، بس نقول شنو الليبرالية. فمرة الحكومة تكون حكومة إسلامية، ومرة حكومة شيوعية، ومرة حكومة ليبرالية. النظام الذي يحكم الدولة، هاي معلومات مفيدة لكم بصورة عامة بس وراح تفيدنا بالمستقبل، فحاولوا تركزون عليها. النظام السياسي الموجود مرة يكون نظام برلماني، الرئيس فيه بروتوكولي كما في العراق، ومرة يكون لا، نظام كما في تركيا نظام رئاسي، أو في مصر كذلك أنه الرئيس له صلاحيات واسعة. مرة مختلط مثل النظام الأمريكي. هذه تقريبا الأنظمة السياسية وأنواع الحكومات والفرق فرق الحكومات عن الدولة. طيب، يقول هنا النظام السياسي، هسه مرة يقول احنا ما بدنا نغير النظام السياسي، بدنا نغير الحكومة. النظام السياسي كل المؤسسات، المؤسسة القضائية والبرلمانية والمؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء، وكذلك القوانين التي تحكم هذه الدولة، هذا يسمى بمجمله النظام السياسي. طيب، بالمناسبة الحكومة تسمى أيضا السلطة التنفيذية. لدينا ثلاث سلطات في الدولة: السلطة التنفيذية والتشريعية وتسمى الصحافة السلطة الرابعة.
كذلك. هو تسمية مجازية لأنه أصلا لا تدخل بالحسبان عند الاعتراف بالدول. مرة هذه السلطات مرة تختصر في شخص واحد ومرة لا، هو منفصلة مثل ما موجود الآن عندنا. الآن بالعراق السلطة القضائية تستطيع محاسبة أي شخص ابتداء من رئيس الجمهورية إلى أصغر شخص. أي طبعا. في بعض الدول الدكتاتورية لا، القاضي هو الرئيس والسلطة البرلمانية هو بعد هسه. طبعا صلاحيات الحكومة وواجباتها ووظائفها يحددها الدستور. الدستور الذي تعتمده الدولة. هسه الدستور مرة يخضع الاستفتاء، مرة تكتب